العسل خاصو يكون بحال الشكل ديال الصابون البلدي. ها نتوما البنات، خاصو يكون ثقيل. حتى هاد المغرفه اللي كندخلها هكا راه كندخلها بواحد الصعوبه بحال هكا، يكون ثقيل. ها نتوما شوف كتهبط. هذا بارد. راه 3 ايام تقريبا ولا 4 ايام هادشي كديروا. العسل الا صوبتو حاولوا ديروا هذيك 4 ايام 5 ايام باش كتبان النتيجه ديالته. ها نتوما بحال الشكل ديال الصابون البلدي. هذا هو السر ديال التعليكه ديال الشباكيه. الشباكيه باش يبقى لاصق فيها العسل. السلام عليكم ومرحبا بكم عند شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا شباكيه مقومه ولذيذه وزوينه بزاف ومعلكه وكتذوب في الفم، والمقادير ديالها بساطه بزاف. غادي نعطيكم كميه صغيره باش تجربوها وما تعكزوش وتصوبوها بعينيكم مغمضين. حتى البنات المبتدئات لاول مره غادي يصوبوا شباكيه غنقول لكم زعموا عليها وصوبوها حيت سهله. وغادي نعطيكم جميع الاسرار ديال الشباكيه باش تجيكم شاربه العسل وتجي فيها اللمعه واللون والمذاق. البنات المذاق تبارك الله ما شاء الله كتبقى غزاله بزاف. تحطيها في المجمد تبقى عندك مده طويله، ديريها غير في الثلاجه لتحت تبقى عندك اكثر من عام. واللي دق عندك الشباكيه ضروري غادي ياخذ من عندك المقادير ديالها حيت سهله وبنينه ورقيقه وصغيره. كنتمنى كاع البنات تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. حتى البنات اللي ما كتصدقش لكم الشباكيه والوقيته اللي كتغطسوها في العسل كتهرب عليكم، غادي نعطيكم السر اللي غادي يخلي الشباكيه لاصق فيها العسل وتبقى عندك مده طويله. وكنشكر كاع المتتبعات ديالنا، كنقول لكم لهلا خطيكم عليا، نورتوا القناه وشرفتوا. والناس اللي تضموا عندنا في القناه جداد مرحبا بكم والف مرحبا. هذه قناتكم والله يدخل علينا هاد الشهر بالصحة والرزق والتيسير. هو باقي شوية بعيد ولكن بزاف ديال البنات طلبوني وقالوا لي ضروري يبقى يدير لنا المعسلات باش ان شاء الله نبداو نوجدوهم بكري بالنسبه للبنات اللي خدامين وما عندهمش الوقت. اما البنات اللي جالسين في الدار ان شاء الله حتى يقربوا نعاود معكم شكيلات اخرين من الشباكيه. وغادي نعطيكم السر ديال العسل واخا الشباكيه البنات والمقادير ديالها حيت العسل مهم بزاف. هو اللي غادي نقولوا نص المقادير ديال الشباكيه والنص كيبقى على العسل. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه والسلام عليكم. بالنسبه للمقادير عندي هنا 600 غرام ديال الدقيق. خديت هنا كاس ديال الجلجلان حمرته وطحنته حتى طلق الزيت. هانتوما ضروري من هاد النتيجه هادي باش كيعطينا واحد الشباكيه اللي كتجي معلكه وكتجي كلها ملسه وكيخرج لينا المذاق ديال الجلجلان. والجلجلان كله كيطحن. هانتوما غادي تعبروا كاس يكون حبوب وعاد طحنوه. عندي هنا 2 معالق ديال حبه حلاوه، معلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه ديال النافع، يكونوا مغربلين مطحونين مزيان ومغربلين. راه النتيجه ديال التغربيله البنات هي اللي كتعطينا الشباكيه المنظر ديالها زوين وكتجي كلها ملسه، ما كيكونوش فيها الحبيبات. حتى الوقيته اللي كتكونوا كتخلطوها الوقيته اللي كتسرحوها ما كتشركش لينا العجينه. نص خميره ديال الحلوه والملح ضروريه ضروريه البنات في الشباكيه. هانتوما حيت حنا كنغطسوها في العسل راه كندير شويه الملحه زايده شويه ماشي عاوتاني بزاف. عندي هنا البنات بيضه حيدت ليها بيض البيض والبيضه تكون عي صغيره. غادي ندير واحد الحكه ديال الكوزه شويه ما نكثرش، غير تاع شويه المذاق صافي. هانتوما البنات 2 معالق ديال الخل غنخوي هنا على البيض باش هذاك البيض كيتحل. عندي هنايا هانتوما كاس ديال العنبه درت فيه شويه ديال زيت العود، تقريبا انا درت واحد 3 المعالق ديال زيت العود وكملته بالزيت العاديه. الا عندكم الزيت يكون شويه حلو غادي ديروا 4 كاس ديال الزيت الروميه وربع كاس ديال زيت الزيتون، وغادي تكملوه بالزبده اللي كتكون مذوبه. كتعطينا كاس هكا. هانتوما غادي نبسبس هاد المكونات مزيان. وانتي درتي كميه قليله باش البنات اللي باقي اول مره كيجربوا الشباكيه ديالنا يزعموا عليها ويجربوها. اما البنات اللي ديما كيجربوا الشباكيه ديالنا وكيخدموا بها لي كوموند ديالهم
راه مجربينها، راه ان شاء الله. الا كنتو كتفرجوا فينا كتبوا لي كومونتير باش هكا يعرفوكم البنات انكم راك تصايبوها وكتخدموا بها الكوموند. وما تنساوش تدعمونا وتشجعونا بعدد كبير من اللايك البنات هو اللي كيخلينا نستمروا في القناه، والقناه كتطلع ويشوفوها عدد كبير من الناس. بالنسبه للبنات الا بغاو يصوبوا الدقيق يبسبسوه بالزبده والزيت يديروا هاد الطريقه هذه، يديروها في الليل. بالنسبه اللي بغاو يحيدوا عليه شويه ديال الشقه يديروا الكميه ديال الزبده مع الزيت مع الجلجلان مع النافع. صافي البنات ما يديروش البيض، ويخلطوا كل شيء بسبسوه ويديروها في واحد السوبيره ويغطيوها ولا يخليوها هنا في القصريه ويغطيوها ويخليوها حتى الصباح. صافي هكا تزيدوا البيض وتزيدوا المكونات صافي وكتجيكم الطريقه سهله. هذه البنات كنت كنخدم بها كنت كنخدم الطلبيه ديال الشباكيه، كنت كندير بانيو كنبسبسو في الليل وكنقادو حتى الصباح عاد كنعجنها. باش كنعرفوا المكونات او ليدان عندنا كافي في الدقيق، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب بحال هكا السوائل والزيوت كيشربهم. كندير بحال هكا، هانتوما كتوركوا على الدقيق كتشوفوا بحال هكا كتبان لكم تجمعات بحال الشكل ديال الغريبه. هذا شنو كيعني؟ صافي مزيان دابا هذه مزيان. ما تجمعتش ليكم راه عرفوا ما تجمعش، عرفوا راه ناقصه شويه ديال الليدان او الدقيق عندهم كيشرب الدقيق ما زوينش. وإلا بغيتو السميات الزبده الدقيق عيب قولها لشيماء ان شاء الله تكتب لكم في التعاليق او في صندوق الوصف. صافي البنات انا بسبست العجينه كامله هذا الشكل ديالها. خديت هنايا واحد الضويمه ديال الزعفران اللي صغيره، درت كاس ديال الماء سخون درت فيه الضويمه صغيره وزدت عليه واحد شعيرات ديال الزعفران شعره. كيبقى اختياري البنات، عندكم ديروه ما عندكمش بلاش منهم. تقريبا انا درت واحد 3 ديال شعيرات. صافي نبدا نجمع العجينه. والسر ديال الشباكيه البنات العجينه خصها تكون قاصحه. الا جريتوها راه ما كتجيش الشباكيه واقفه وكتجي الشباكيه قاصحه في العضه. الا بغيتوها تجيكم معلكه وتجي بنينه وتجي زوينه العجينه خصها تجي شويه شاده باش تعطيكم نتيجه زوينه. انا غادي نبقى نجمع بشويه بشويه باش ما تجينيش خفيفه. الا جاتك خفيفه راه دغيا كتسربي الشباكيه وكتقادها، ولكن ما كتجيش زوينه لا في الشكل ديالها وحتى في العضه ما كتجيش زوينه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الشباكيه تجيهم معلكه وشاربه العسل. صافي بحال هكا كنبقى ندخل الدقيق ونفس الوقت كنجمع. صافي عندنا بالنسبه للبنات الماء هو هذا اللي كفاني، كاس ديال العنبه. الماء هو هذا كاس ديال العنبه هو اللي جمع لي هذا الخليط. الكاس ديال العنبه اللي درت فيه الماء راه درت فيه حتى شويه الروح ديال الزهر. الا عندكم الزهر من النوع الجيد غديروا نص كاس مع الماء. صافي البنات هذه هي العجينه كما كتشوفوا. ها انتم العجينه انتم باش تعرفوا كتجي مرمله كتقطع. ها انتم ما طالقاش الخيط حيت الشباكيه الا طلقت الخيط راه كتجي قاصحه. خصها تجي بحال هكا. هي راه دابا غتجلس شويه وغتستراح. هاد الكاس ديال العنبه تقريبا كما كتشوفوا بقى منه واحد شويه، راه كنبقى نزيد الماء بشويه بشويه. صافي دابا غادي نجمعها واحد شويه باش يتخلطوا ليا المكونات كاملين ان شاء الله باش نتلاقاو باش نكملوا كيفاش خاصنا نجمعوها. هانتوما البنات العجينه جمعتها شويه بحال هكا، بقيت كندير لها بحال هكا حتى تخلطت كامله. هارقه الشكل ديال العجينه كما كتشوفوا هانتوما. صافي دابا غادي نسرحها، غادي نسرح العجينه عندي كميه صغيره غادي نسرحها كامله. نجمع العجينه بحال هكا باش كيجيني فيها توراق، وهذا غنجيبو هنايا نحاول نسرحها مزيان. البنات الا ما بغيتوش ديروا بحال هكا طرف واحد يمكن لكم ديروا 2 كويرات ولا 3 ولا 4 وسرحوا العجينه. انا حتى عندي كميه صغيره صافي وكندير بحال هكا كتعطيني هذا الشكل بحال هكا. صافي
صافي البنات انا كملت. غادي نجيب دابا واحد الموس وغادي نقطع حصص على قد الخدمه اللي غادي نخدم ونجمعهم ان شاء الله. صافي دابا البنات غادي نقطعهم بحال هكا، ما غاديش نقطعهم كبار في العرض بحال هكا على حساب الماكينه. ناخذ بلاستيك ولا اي بلاستيك عندكم البنات ماشي مهم. صافي دابا غادي نجمعهم باش العجينه اولا العجينه ترطاب وثانيا ما تنشفش لينا وترتاح. راه غتدخلوها البلاستيك غادي تولي عندكم العجينه رطبه. دابا راه قاصحه كما كتشوفوها نتوما قاصحه غادي ترطاب. نخليوها ترطاب بين ما وجدنا هذا المكان ديالنا والعجينه استراحت ان شاء الله باش نطلقوا العجينه ونشبكوا. صافي البنات كناخذوا العجينه. انا راه بديت وكملت، قول راه كملت بقاو لي هاد جوج طريفات هما اللي بقاو لي غنديرو معاكم. كما كتشوفوا البنات الشباك ديالها ساهل، الكميه اللي عجننا كتخرج كميه تبارك الله راه كميه كثيره ودغيا كنسربي. بالنسبه للبنات اللي بغاو كميه صغيره غادي نسرح العجينه ارتاحت طلقات. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الاله ديال التوراق يسرحوا العجينه كامله ويقادوها حنا في الطابله بلا ما يديروا العجينه في الوراقه، عيد هي يسرحوها مزيان. انا كنسرحها مزيان عاد كنديرها مباشره في الوراقه، ما كنديرش المرحله الاولى والثانيه لا، باش ما نكثرش عليا بزاف. كندير بحال هكا السماطي كتار صافي كنديرو في الاله ودغيا كنسرع. ما تعكزوش البنات غتقولوا ما عندناش الاله اللي كتورق لينا. حنا كنا كنورقوا عير في الطابله، كانت كتجي الشباكيه زوينه. عير خصها تكون رقيقه بزاف. كما قلت لكم البنات انا غادي ندوزهم في النمره رقيقه. بغيت العجينه تجي رقيقه بزاف، كل واحد على حسب الرغبه ديالو. والبنات حنا فيكسينا هاد الماكينه في الرخامه حيت ما قدرناش نفيكسيوها في الطابله. هانتوما البنات شحال رقيقه، هي يدي كتبان. بالنسبه للناس اللي كيبغيوها شويه تكون غليظه يخليوها غليظه. غير الشباكيه اللي كتكون رقيقه كتخرج بزاف. الا بغيتو تسرعوا دغيا ديروا بحال هكا 4 ديال السماطي، ولكن تزربوا عليهم اللي يدو خفيفه في التشباك، حيت لا درتوهم بحال هكا وخليتوهم راه العجينه كتنشف. بالنسبه للبنات هذا هو باش كنت كنخدم الطلبيات ديالي. هانتوما مرشم ديال النحاس، هذا كنصوبوا عند الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال النحاس وكيصوبوا المراشم. بحال كتقول لي فصلوا لي دير لي ديال 5 ولا ديال 6. هذا البنات هو اللي كنت كنخدم به الطلبيات. هذا راه ما كيموتوش. هاد المراشم راه عين كنمشي كنمضيه، هي ما كنت كنخدم الطلبيات. وهذه البنات هي اللي كنت حطيت معكم هذه سنين في القناه. هذا اول مرشم كان خرج كنت خديته انا، حيدت ليه الليد ديالته هذا الجناب هنايا وخدمت به الشباكيه. راه تبارك الله كاع القنوات ولاو كيخدموا به الشباكيه والدريات كيخدموا بهم الطلبيات ديالهم. خرجوا البنات هذا وكيبقى البنات هذه الا ما كانتش نخدموا غير بالجرار. بالنسبه لهذا البنات انا نخدم بهذا اللي جديد، غير هو السر ديالو الوحيد خصنا نوركو. الا ما وركناش بحال هكا كناخذوا هاد الجهه هذه هي اللي كنهبطوا بحال هكا كنهبطوا على العجينه وخصنا نوركو. انا كنورك وكندفع مزيان. اللي خدمته بحال هكا في الرخامه ولا العود نضغط مزيان باش كتخرج ليا المرش هكا الرشمه كتخرج ليا. هانتوما البنات الروتوش هادو البنات راه ما كنضيعوش، كنديرو وسط العجينه صافي وكنحيدو بحال هكا. ما كيخرجش لينا الروتوش حيت كنديرو العجينه صغيره. هادو
كندير لهم انا بحال هكا هادشي الصغير بحال هكا كنجمعهم، ما نكمشهمش، عين نجمعهم بوحده فوق وحده. بي كتكون عندي العجينه جديده كنخشي وسط منهم، كنخشيها الوسط ونفس الوقت كنديرها في البلاستيكه باش كيرجع ليها بحال هكا صافي حتى كنكمل. غادي ندوزو دابا باش تشباك وكل واحد والتشباك ديالو. هانتوما البنات هذا غندير ليه بحال هكا، وهذا تيهبط بحال هكا، وهذا غادي نهبطو وكنضغط على هاد الجوج بحال هكا وكنجبدها واحد شويه بحال هكا باش كناخذ الفورمه ديال التشبيكه. صافي كنهبطها بحال هكا وكنجمع الجناب بحال هكا. بي غادي نجمع ما نخليهمش بحال هكا باش العسل يبقى فيها لداخل، كنعاود نجمعو هكا شويه بحال هكا، كتعطيني هكا الشكل ديال الوريضه. هي خليتها باتت هالشكل ديالها. دابا ان شاء الله غادي نقليها معكم. عندي هنايا هاد الكاميله هادي كنخليها هي الشباكيه والمعسلات. عندي كاميله ثقيله والكاع ديالها مدوبل، درت فيها الزيت الكافي، اللي غادي يقلي ليا. عندي هنا العسل كما كتشوفوا البنات، العسل هذا راه دفيته واحد شويه كيبان لكم بحال هكا، ولكن البنات الا كان عندكم بحال هكا نتوما ما مدفينوش وهو في هاد الدرجه ديال السيلان، عرفوا العسل راه خفيف. العسل خاصو يكون بحال الشكل ديال الصابون البلدي. ها نتوما البنات خاصو يكون ثقيل. حتى هاد المغرفه اللي كندخلها هكا راه كندخلها بواحد الصعوبه بحال هكا، يكون ثقيل. ها نتوما شوفوا كيهبط. هذا بارد راه 3 ايام تقريبا ولا 4 ايام هالشكل ديالو. العسل الا صوبتو حاولوا ديروا ديك 4 ايام 5 ايام باش كتبان النتيجه ديالو. ها نتوما بحال الشكل ديال الصابون البلدي. هذا هو السر ديال التعليكه ديال الشباكيه باش يبقى لاصق فيها العسل. كنتمنى الى عجبوكم بحال هاد النصائح ما تنساوش تشجعونا وتدعمونا بعدد كبير من اللايكات، حيت كنجيبوا لكم معلومات واسرار ديال الحلويات باش كيخدموا الكوموند. صافي دابا غادي نقليو. بسم الله. الزيت يكون سخون، نجربوه بوحده هكا. صافي في هاد الدرجه راه سخن مزيان. الزيت بكي سخون كنقص عليه العافيه، خاص الشباكيه تطلع الفوق. والبنات الا بقاو عندكم اسئله ولا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي في لي كومونتير، وانا ان شاء الله راه غادي نحاول نجاوب جميع الاسئله. والطريقه ديال العسل راه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف او في اول تعليق. صافي البنات كنقلبها بحال هكا بهاد القطيب، نقلبهم كاملين ما نخليوهاش هنا تحمر في الزيت. الا خليتوها تحمرت في الزيت غتجيكم حمره بزاف ويجي اللون ديالها ما زوينش. غيتبان لكم اللون ديالها بحال هكا كما كتشوفوا. صفي الفرن يكون مذهب مباشره من الزيت بحال هكا. نديرها شويه بحال هكا ونديرها في العسل. هانتوما هذا هو السر البنات. بحال هكا كتسمعوا، الا ما سمعتوهاش هكا في الزيت وديروها في العسل وكتسمعوا بحال هكا كتكشكش، عرفوها راه غتشرب لكم العسل، راه العسل صادق. خاصكم البنات تسمعوا هاد التشنشينه وما تبردوش الشباكيه. ما تبردش. هذا هو السر ديالها. كاين السر في العسل والسر في هذا من الزيت المقله العسل. وحنا حاولنا نديرو معكم غير كميه قليله وراه دايرين
في القناه كميه كثيره بالنسبه للبنات اللي كيخدموا الكوموند. هنا درنا غير البنات اللي اول مره غيجربوا الشباكيه ديالنا، والبنات اللي مجربين الشباكيه ديالنا كتبوا لينا في لي كومونتير باش هكا الاخوات يستافدوا. نحاولوا نغرقها كلها في العسل باش كتشرب، ونخليوها تشرب العسل مزيان. بحال دابا الا كان عندكم نتوما شباكيه بزاف، ديروا جوج ديال العسولات، ديروا واحد العسل اخر وتهزوها بحال هكا من هاد العسل بحال هكا وديروها في العسل الاخر، حيت هاد العسل البنات كيزيد يجرى مع شباكيه سخونه. صافي دابا غادي نخليها تشرب هكا كما كتشوفوا البنات، راه رقيقه. هاد اللون الا خليتوه حمرتوها في المقله غتجيكم واحد اللون خايب، ما غاديش يجي واحد اللون زوين. من الاحسن كما قلت لكم عيل تورد ليها اللون صافي نخرجها، حتى العسل كيعطي اللون. دابا تصفى هاد كيبان اللون ديالها ندير دابا كما كتشوفوا معنا، وهذه هي الشباكيه اللي حضرنا اليوم. كما شفتوا تبارك الله ما شاء الله، شباكيه غير الشكل ديالها كيشهي، رقيقه بزاف، زوينه بنينه ورطبه كتذوب في الفم. وكما شفتوا مقادير قليله وكتخرج لنا تبارك الله كميه كثيره، حيت الشباكيه بي كتكون صغيره وكتكون رقيقه تبارك الله راه كتخرج كميه كثيره. والمقادير اللي شفتوا مقادير بساط، والنتيجه ديالتها مضمونه البنات. والعسل البنات، العسل هو حتى هو مهم بزاف في الشباكيه باش كتجيك الشباكيه زوينه وفيها ديك اللمعه وما هاربش منها العسل. حيت العسل حتى هو البنات حتى هو فيه الاسرار ديالو بزاف باش يجي خاتر وثقيل ويجي اللون ديالو زوين بزاف ويجي طايب، ما يجيش بحال غادي نغطسوا فيه الشباكيه واحد النهار او يومين نجيو نطلعوا على الشباكيه نلقاوها كلها بيضاء او بحال سنيده. غادي نعطيكم السر باش كنخدم به انا يا البنات. هذه تقريبا عندي هذه سنين وانا كنصوب العسل. الطريقه ديالته بسيطه بزاف، غنعطيكم الطريقه اللي هي سهله للمبتدئات اللي ما كيعرفوش وما كيدخلوش الكوزينه. غادي يصوبوا العسل بعينيهم مغمضين وغتصدق لكم الشباكيه وتجيكم شباكيه فيها ديك اللمعه الزوينه واللمعه اللي كيبغيها الناس كاملين. مرات كيشوفوا شباكيه كيتشهاوها، والمذاق البنات المذاق ديالها غزال بزاف. وغنعطيكم السر باش تجيكم الشباكيه فيها واحد اللمعه. حيت العسل البنات ان شاء الله غادي نحطو لكم، الا بغيتو كثروا ليا ملي لايك باش نعطيكم العسل اللي هو ناجح 100% وكيعطي نتيجه زوينه. والشباكيه كيجي فيها اللوين وكتجي فيها واحد اللمعه غزاله بزاف، وكتجي الشباكيه تبارك الله شاربه ولذيذه بزاف. واللي داق عندك البنات، اللي داق عندكم هاد الشباكيه ضروري ما غادي يخرج حتى ياخذ المقادير، حيت ناجحه 100%. والطريقه والمقادير راهما بساط. الطريقه ديال الخدمه ديالها وكيفاش نقليوها وتجينا لون واحد، ما تجيناش شباكيه بلاصه بيضاء بلاصه حمراء بلاصه محروقه. راه كما شفتوا الاسرار كلهم قلتهم لكم، ومازال ان شاء الله غادي نعاود لكم كميات اخرين، وغادي نعاود لكم شباكيات 3 ديال الخطرات ولا 4 بالنسبه للبنات المبتدئات. وكنشكر كاع المتتبعات ديالنا الوفيات، كنقول لكم ليه خطيكم عليا نورتوا القناه وشرفتوها. وما تنساونيش البنات لي لايك والبصمه، شجعوني باش نبقى نعطي لكم الوصفات اللي زوينين، الوصفات ديال المعسلات، الوصفات اللي اقتصاديين وتفرحوا بهم وليداتكم. بالنسبه للبنات اللي كيخدموا الطلبيات هما ان شاء الله ينفعوكم وبزاف وبزاف ومجيد ان شاء الله. الى بقينا في الحياه، الى فيديو جديد، الى وصفه جديده، والسلام عليكم.